السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ثانوية عامة 2027 بكالوريا 2027. كام النهارده عن حقوق المدرسين والترند الأول على الجمهورية اللي خلص، فاحنا هنتكلم بقى فيه عشان ما تقولش انت تطلع ترند ولا الكلام من ده. تمام. أول حاجة بالنسبة للي هو قاله إن هو يذاكر من كتاب مدرسة، عامة أنا شايفها إن هو مجبور إن هو يقول كده. أصلا مستحيل حاجة تكون تبع الدولة راح تصور يقول لك مثلا كتاب الامتحان، كتاب التفوق، كتاب كذا كتاب كذا، لا، هو لازم يقول لك كتاب المدرسة. بالنسبة ل 100%، فهو اللي تحته يعتبر جايب زيه، عشان اللي تحته ناقص نص عربي ونص انجليزي، فهو ما غلطش وهو بيحل الاسئله. هو المصحح اللي كان بيصحح له المقاله نقصه الاول بقى، ربنا كرمه، والمصحح ما نقصوش ولا في الانجليزي ولا في العربي. فاهم؟ فما تجيش بقى تقول لي الاول انت سماعات وغش والكلام من ده. في غش بيبقى في غش وفي غش كتير، بس مستحيل الاول على الجمهوريه اللي هو يكون جايب المجموع ده كله غش. في مثلا واحد بيغش وبيكون شاطر، فده اللي بيجيب. يعني مثلا هو مجموعه يجيب 95، هو هيغش هيجيب 100%، هيجيب 97، هيجيب 98. هي بتبقى ماشية كده يعني. امال بقى لو فشل وهيغش مستحيل يجيب 90%. عشان كده بتوع السماعات اخرهم 75، اخرهم 80. امال حوار ان هو يوصل 100% او 95%، لا، الغش اللي داخل اللجان هو اللي يوصلك لكده. امال غش سماعات مستحيل. تمام؟ ده كده بالنسبة للكلام اللي احنا عايزين نقوله في الأول. بالنسبة بقى للمدرسين، مبدئيا مالكش دعوة الأول على الجمهورية بياخد عند مين، مالكش دعوة التاني على الجمهورية بياخد مع مين، مالكش دعوة أنا باخد مع مين. أنت خلي ال 15 يوم بتاع شهر 8 اللي هتبدأ فيهم من نص 8 هو ده فرض التجارب بتاعك. أنت جرب، أنت شوف أنت هترتاح مع مين، أنت تستقبل المعلومة من مين أحسن. يعني مثلا أنا بكلم كذا حد من دفعة 2026 ومعظمهم جايبين النهاية في الأحياء، ومعظمهم بياخدوا مدرسين مختلفين. واحد بياخد عند أحمد رضوان، واحد باخد عند الجوهري، واحد باخد عند محمد أيمن، واحد باخد عند فيكتور بيولوجي. يبقى الأربعة كده هاخد مع الأربع مدرسين دول. أنا هسأل ده يقول لي كذا، هسأل ده يقول لي كذا، هسأل ده يقول لي كذا، وهسأل ده يقول لي كذا، والأربعة جايبين النهاية. ها، آخد بقى مع مين؟ لا، آخد مع اللي برتاح مع أسمع شرحه، أفهم منه، أعرف أحل كتاب واتنين، يبقى ده كده تمام، أكمل معاه لآخر السنة. هتلاقي برضه بتوع الفيزياء، هتلاقي مثلا كل مقفلين فيزياء. واحد باخد عند محمود مجدي، واحد باخد عند كريلس، واحد باخد عند عبد معبود، واحد باخد عند اي حد بتاع فيزياء. هل باخد مع كل ده؟ لا، انا اشوف انا بفهم من مين. وبالنسبه لحوار مستر عبد المعبود، مش كل الناس بتمشي على مستر عبد المعبود. مستر عبد المعبود يعني بالفيزياء بيبقى مديها تقلها، يعني هو بيشرح فيزياء، بيشرح فيزياء يعني. فاهم؟ مش كل الناس هتفهم فيزياء من عبد المعبود. يعني لو انت مفهمتش من عبد المعبود فخليك مع كريس او محمود مجدي، الطريقه بتاعتهم بسيطه شويه عن مستر محمد عبد المعبود وهتفهم منه. تمام؟ وهتعرف تجيب درجه كويسه في اخر السنه. والعربي، مستر رضا الفضل، مستر محمد صلاح، ناس طالعه من اول الجمهوريه تاخد على مستر محمد صلاح، ناس طالعه من اول الجمهوريه تاخد على مستر رضا الفضل، ناس مقفله عند مستر محمد صلاح، ناس مقفله عند مستر رضا الفضل. انت حبيت مستر محمد صلاح كمل معاه وفهمت منه، انت فهمت مستر رضا الفضل كمل منه، انت فهمت مستر واد محسن كمل منه، فهمت من مستر قيصر كمل معاه. بتاخد سنتر وفاهم منه كمل معاه. وحوار سنتر اونلاين في الفترة اللي احنا فيها دي، والعقليات بتاعتنا والتعفن الدماغي اللي عندنا والمشاكل اللي عندنا في دماغنا، مستحيل نمشي في السنتر، مستحيل نمشي قصدي في الاونلاين. ليه؟ عشان التليفون لحس دماغنا خلاص. هتعرف تتحكم في التليفون وتقفله وانت بتذاكر وتقعد تذاكر 6 7 ساعات؟ دوس اونلاين، هيبقى الاونلاين احسن ليك من السنتر. مش هتعرف، يبقى لازم تاخد سنتر من الاخر يعني. تمام؟ انا بقى كنت باخد مع مين مدرسين؟ كنت باخد مع عربي مستر محمد صلاح، كنت باخد في الانجليزي مستر عبد الحميد حامد، باخد احياء مع مستر احمد الجوهري، بس ارشح مستر احمد رضوان لو امتحان الاحياء زي 2023 2024 2025. امال لو امتحان الاحياء نفس 2026 نفس النظام ده، ويا رب يكون نفس النظام ده على طول، فاي مدرس احياء هيكون كويس اللي انت تفهم منه كمان معاه. الفيزياء كنت باخد مع مستر محمد عبد المعبود. الكيمياء كنت باخد مع مستر محمد عبد الجواد. معنى كده ان مستر خالد صالح وحش؟ لا. معنى كده ان مستر محمد عبد الجواد وحش؟ لا. معنى كده ان حد فيهم وحش؟ لا. اللي انت تفهم منه وكمل معاه. انا ما ارتحتش على مستر خالد صالح، خدت على مستر عبد الجواد. هي ماشيه كده. هتلاقي هنا طالع من هنا وهنا طالع من هنا. لو كان كل الناس هتاخد مع اللي واخد معاه اول الجمهوريه، ما كانش الناس التانية ربنا رزقها وكرمها. يعني لو كان كله باخد على مستر محمد عبد المعبود، ما كانش مستر محمود مجدي اشتغل، ولا مستر كريس اشتغل، ولا مستر كذا اشتغل. كان كله باخد مع محمد صلاح، ما كانش ده اشتغل ولا ده اشتغل ولا ده اشتغل. فهي فاهم؟ ما تروحش مع الرايحين وتيجي مع الجايين.
بالنسبة للفيزياء فاحنا عاملين كورس مصغر، هنحل في الأسبوع 140 سؤال فيزياء، هينزلوا 50 سؤال مرة واحدة، وكل يوم 10 أسئلة وامتحان قبل كل درس جديد 15 سؤال. هو مبني أصلا على التيم ده مادة علمية، يعني مبني على إن أنا أناقشك لو أنت تاخد أونلاين أو سنتر، يعني ما بتعرفش تناقش المدرس اللي معاك وعايز تعيد حاجة شرحها، أو أنت مش فاهم حاجة ومش عارف حد يشرحها لك. فأنا ده اللي أنا عامله عندي للحتة دي. أنا شايف إن الحتة دي أهم حتة اللي هي في الأونلاين والسنتر. عيوب يعني مثلا انت مثلا بعد ما رجعت من السنتر في حته مش فاهمها مثلا جزئيا، انا ببعتها بشرحها لك عامه. يعني ده اللي هو ايه، ده ملخص الكورس. هنشرح، هننزل شرح اول درس وتاني درس وتالت درس، هننزل شرح الفيزياء كلها. الكورس كله ب150 جنيه. عايز تشترك، لينك قناه التليجرام في الوصف، وعندك هسيب لك يوزر تليجرام وعندك رقم واتس. الاشتراك بكام؟ 150 جنيه الفصل كله، مش الشهر، الفصل كله ب150. طب لو مش عايز الشرح وعايز الأسئلة وعايز المتابعة وعايز اللي هو الدعم المادة العلمية والنقاشات والشرح بس، ده ب100 جنيه. بكالوريا أو ثانوية عامة. بكالوريا ملهاش شرح، لا أسئلة ومتابعة بس. ده كان نهاية الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين سنة عام 2029 بكالوريا 2029. أنا كان مدعم محمد ياسين. بالنسبة للمدرسين في أي حد تاخد معايا ولا كويس والله، نسيت أي حد تاخد معايا في السنة، ولا تسمع كلامي وتيجي تقول لك اسمع الكلام ده. السلام عليكم.